اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات 10 minutes for grammar. النهارده الحقيقه انا قررت نعمل سلسله من الحلقات للجرامر ونبني عليها ان شاء الله بعد كده علشان تفيدكم في الاستخدامات اليوميه. والحقيقه قررت ان احنا هنبدا from scratch يعني من الصفر. والسؤال بقى اللي لازم تساله، انا ليه بتعلم الجرامر اصلا؟ وهو ايه الجرامر ده؟ أنا هقول لك يا سيدي بكل بساطة. الجرامر يا جماعة هو عبارة عن system and structure of a language. عارفين زي إيه؟ زي إشارة المرور. إشارة المرور بتنظم العربيات والشوارع. هو الجرامر كده بالظبط، بينظم الجملة. لو أنت حطيت حاجة مكان حاجة في الجملة يبقى الاستراكشر باظ، يبقى الجملة كلها باظت، يبقى أنت كده إيه؟ رحت ورا الشمس. عشان كده أنا هبدأ النهاردة بحاجة اسمها parts of speech اللي هي أجزاء الكلام. والحقيقة parts of speech عندنا في الإنجليش هم 8. طب إيه هم بقى؟ أول حاجة nouns اللي هي الأسماء. تاني حاجة عندنا الpronouns اللي ممكن تحل محل الأسماء ودي بنقول عليها بالعربي الضمائر. تالت حاجة عندنا اللي هي الادجكتيفز اللي هي الصفات. الصفة لما اجي اوصف شخص اقول مثلا رفيع طويل. وعندنا حاجة اسمها الادفيرب اللي هي الحال او الظرف. عندنا كمان البريبوزيشنز اللي هي حروف الجر. وفي عندنا الكونجنكشنز اللي هي ادوات الربط. واخر حاجة عندنا اسمها interjection اللي هي كلمات تعبيرية مفاجأة. وطبعا انا هبدا بالناونز. الناونز هي ايه؟ بكل بساطه اسامي، سواء اسامي اشخاص، اسامي اماكن، اسامي اشياء، افكار، كل دي بنقول عليها ناونز. فور اكزامبل لما اجي اقول مثلا احمد از ماي براذر، هنا احمد ده الاسم فده يعتبر ايه؟ ناون. وعايزه بقى اقول لكم على سر خطير ولازم تحطوه في دماغكم. لو لقيت ان انت عارف تحط او ذا قبل الكلمه يبقى وش دي ناون. تاني حاجة في parts of speech هي الضمائر اللي بنقول عليها بالإنجليش pronouns. دي بتحل محل الاسم. طب ليه أنا بعملها؟ عشان ما أكررش الاسم. يعني مثلا عايزة أقول مثلا علي is nice، علي is my brother. طب ليه أنا كررت الاسم؟ ما أحط هي بدل علي. أنا قلت اوريدي في الأول علي، علي is مثلا nice، فهقول إيه؟ he is my brother بكل بساطة. وطبعا اشهر الضمائر او اللي احنا بنستخدمها على طول اللي هم الاي، وي، يو، they، he، she and it. اجي بقى لحاجه مهمه جدا اللي هي الافعال اللي بنقول عليها verbs. الverbs اللي هو ايه؟ الفعل، سواء فعل ماضي، فعل مضارع، فعل في المستقبل، كل ده بنقول عليه افعال. زي مثلا he played yesterday. الفعل هنا انا استخدمت play وحطيت طبعا ed عشان اقول ان ده حصل في الماضي، لان انا بقول هو لعب امبارح، يبقى طبيعي ان انا هحط ايه؟ ايدي. هنا بقى طبعا بلعب بقى بالافعال زي ما انا عايزه، وده ان شاء الله في الحلقات الجايه هشرح لكم التنسس بالظبط، وهنشتغل على العقل الباطن. انا مش بدي الرول كرول انها تتحفظ، لا احنا كبرنا بقى على الكلام ده، فالمفروض ان مش زي زمان في المدرسه يقولوا لنا خد القاعده احفظ لي هي شي بتاخد كذا، لا احنا مش هنمشيها كده، هنشتغل على السبكونشس العقل الباطن، وهنعمل دايما تريننج للسبكونشس. ده هيفرق معاكم جدا عشان نعرف نعمل conversation وسبيكينج صح. وخلي بالكم بقى ان الافعال بتنقسم لحاجتين، افعال اساسيه وافعال مساعده، تمام؟ فساعات مثلا في افعال مساعده زي verb to be، لما اجي اقول مثلا الام والاز والار، الواز والوير، ساعات بيجوا في الجمله ان هم بيبقوا افعال مساعده، وساعات طبعا افعال اساسيه. فلازم برضو نبقى عارفين النقطه دي، وده ان شاء الله هنقوله بعد كده في الحلقات الجايه. بعد كده يا جماعه عندنا حاجه اسمها الصفات اللي هي الادجكتيفز. الادجكتيفز هنا شغلتها ايه؟ انها بتوصف الاسم، تمام؟ من حيث بقى شكله، حجمه، مظهره. زي مثلا ما اقول tall، short، big، small، كل دي adjectives. زي مثلا ما اجي اقول it's a big house، it's a big house، انا وصفت هنا الهاوس وقلت عليه ان هو big، فbig هنا اللي هي تعتبر adjective. عايزه اقول مثلا she has blue eyes، يبقى لون عينيها ازرق، فانا هنا وصفت الايز بتاعتها وقلت عليها انها blue، تمام؟ فبلو هنا يعتبر ايه؟ adjective. طيب عندنا نوع تاني برضو مهم والناس بتغفل عنه شويه او ما بتبقاش عارفاه كويس، اللي هو الادفيربس اللي هي الظروف. الظروف هنا شغلتها ايه في الجمله؟ انها بتوصف هنا الفعل. احنا قلنا الادجكتيف بيوصف الاسم، لكن الادفيرب بيوصف هنا الايه؟ الفعل. اوكي؟ طب ازاي وفين وامتى؟ يعني ايه؟ هقول لكم. يعني مثلا لما اقول ايه؟ he runs quickly، he runs quickly، الفعل اللي عندي هنا ان هو جري، runs، تمام؟ طيب انا عايزه اوصف الفعل ده واقول ان هو جري بسرعه، فهقول runs quickly، فquickly هنا يعتبر ايه؟ adverb. في بوينت برضه مهم قوي، اغلب الادفيربس بيتحط لها في الاخر ال
why، وده مش دايما، في حاجات بتبقى مختلفة وده هناخده ان شاء الله بعد كده. نيجي بعد كده بقى لحروف الجر اللي هي البريبوزيشنز. البريبوزيشنز كتيرة جدا، زي ما انا قلت لكم مثلا in، on، under. يعني مثلا لما اجي اقول the cat is on the table، هنا on ده حرف الجر، انا عايزه اقول ان القطه فوق التيبل، اوكي، على التيبل، فده كده يعتبر حرف جر. طب ليه بستخدم حروف الجر؟ لانها بتربط ما بين الكلمات وبتبين علاقتها ببعض. اجي مثلا اقول I will go after lunch، فهنا after دي تعتبر حرف جر. بعد كده يجي دور الconjunctions اللي هي كلمات الربط، زي مثلا كلمة but and so however، كل دول كلمات ربط، يا اما بتربط ما بين كلمتين يا اما بتربط ما بين جملتين. زي مثلا لما اجي اقول I like tea and coffee، I like tea and coffee، انا هنا عملت ايه؟ استخدمت and كأداة ربط، فقلت انا بحب الشاي والقهوة. He is tired but he will study، انا عايزه اقول ان هو تعبان لكن هو هيذاكر، ما فيش لازم يذاكر، اوكي، فهنا استخدمت but كأداة ربط وربطت هنا ما بين جملتين. وطبعا اشهرهم يا جماعه so، because and but and or. قلت لكم في حاجه اسمها interjections اللي هي كلمات التعجب او المفاجاه. طيب دي بستخدمها ليه؟ بستخدمها عشان اعبر عن مشاعر لحاجه، يعني مثلا لو انا surprised متفاجئ، لو انا مثلا خايف مرعوب، كل دي حاجات للتعجب او المفاجاه. For example لما اجي اقول wow that's amazing، هنا wow دي كده كلمه تعجب، انا بقول واو دي حاجه حلوه قوي، اوكي، يبقى ده اسمه ايه؟ interjection. oops I dropped it، انا وقعته، ايه ده؟ oops، حاجه برضو دي كلمه من كلمات التعجب. وخلي بالكم ان الانترجكشنز مش شرط انها تيجي في جمله، هي ممكن تيجي لوحدها على فكره او في جمله، ده عادي. ممكن انت تقول اوبس وتسكت، ممكن تقول واو ونسكت، عادي، تمام، وممكن عادي انها تيجي في جمله، فالاثنين واردين. تعالوا بقى نعمل تطبيق عملي وبسيط على كل اللي خدناه في جمله واحده. اسمعوني كويس. Wow, the small dog ran quickly to the park. تعالوا نحلل الجمله ونشوف كل كلمه فيهم استخدامها ايه او نوعها ايه. واو، فكروا كده معايا هي ايه؟ برافو عليكم، interjection. ده يعتبر article. طب small، فكرتوا فيها؟ it's an adjective، صفة. dog noun، اسم. ran verb، فعل. quickly adverb اللي هو حال. to preposition، حرف جر. park noun، اسم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل ونفعل زر الجرس اللي بيقولوا عليه عشان يوصل لكم كل النوتيفيكيشنز. and see you ان شاء الله next time، وان شاء الله episode جديدة هتعجبكم جدا.